الله تبارك وتعالى؟ أين نطلب الله؟ أين نجد الله تبارك وتعالى؟ هذا مهم، هذا سؤال مهم. لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يطلب الله مجردا. الله هو كما هو، الله في ذاته. لا لا، هذا لا سبيل لأحد إليه، لا إله إلا هو. أنت لا يمكن أن تقارب ذاتا لا كالذوات على الإطلاق من جميع الجهات، لا إله إلا هو، من جميع الجهات. هو واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، وأنت ممكن الوجود وممكن الوجود من جميع جهاتك. ما في أي مناسبة، ما في أي مناسبة بين التراب ورب الأرباب، بين الخالق والمخلوق. لكن عندك خطة واحدة القرآن دلك عليها، أنت تطلبه لا إله إلا هو في المجال التي شاء بحكمته ولطفه، لا إله إلا هو، أن يظهر لنا فيها. القرآن قال لك تستطيع أن تطلب الله في كلياته، في كلياته. إذن لابد أن نبحث عن هذه الكليات. الله مثلا هو خالق كل شيء، إذن لابد أن نذهب إلى كل شيء لنراه من زاوية ماذا؟ المخلوقية. دخلنا الآن في علم الطبيعة، علم الفيزياء وعلم الكيمياء، كل العلوم، والفلسفة طبعا، الفلسفة الميتافيزيقية، دراسة الوجود بما هو، بما هو، هذا هو. طيب الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. إمعان الآن في العلوم. الآن إذا قلت قدره تقديرا لابد أن تخرج من الفلسفة الميتافيزيقية، تدخل في باطن العلوم، كل العلوم، وفي رأس علم الطبيعة الفيزياء، ثم سائر العلوم المختلفة. قدره تقديرا، لابد. قبل فترة اطلعت على دراسة لأحد العلماء الروس العظام، كم أسفت أن مسلما لم يكتب هذا الكتاب، ورجل يشتغل في هذا الميدان من أكثر من 30 سنة. وكانت البداية مع مقالة نشرها في مجلة أثار بها يعني تأميلا كثيرا عند بعض الفلاسفة العلماء الذين اطلعوا عليها. الكتاب الذي أنجزه بعد 30 سنة، كتاب في حوالي 500 صفحة، يبرز لك العلاقات الرياضية الدقيقة المعجزة بين كل مراتب المخلوقات في 500 صفحة بطريقة رياضية. طبعا الرجل يصرح بإيمانه تماما وأنه هذا لا يمكن أن يدل إلا على خالق وضع كل شيء في موضعه، خلق كل شيء فقدره تقدير. هذا الرجل 30 سنة، هذا العالم الروسي الكبير 30 سنة كأنه يفسر هذه الآية، يحاول أن يفهم هذه الآية، وقد فعل أحسن مما فعل أي عالم مسلم أو مسيحي أو يهودي. هو طبعا قد يكون مسيحيا لا أدري دينه، قد يكون حتى بدأ ملحدا لا ندري، لكن انتهى إلى مؤمن وثيق الإيمان بالله عز وجل. هذه الآية. طيب الذي أحسن كل شيء خلقه، إذن البحث عن الله في الجمال، في جمال الوجود، جمال الطبيعة، جمال المرئيات، جمال المسموعات، النغم، اللحن، الإيقاع، الموسيقى، الشعر في إيقاعه، الكلام، الألحان، جمال الوجوه يا إخواني، جمال الروائح، الجمال المطلق. تبحث عن الله، الله يقول لك ابحث عني في الجمال. هل لنا فلسفة في الجمال؟ هل لنا نظريات حقيقية في الجمال يمكن أن نصدرها للعالم؟ لا نعتني بهذا كثيرا. هذا القرآن، الله يقول لك هنا تجدني، هذه هي طريق الوصول إلي. أنت لا يمكن أن تصل إلي ذاتا لا كالذوات، يستحيل، ليس لك سبيل، لكن عبر هذه المجال، عبر الكليات. أحسن كل شيء خلقه، من الحسن، من الجمال، إذن من الجمال. طيب ألفتكم أحبابي إخواني وأخواتي إلى نقطة فعلا حين نلتفت إليها لها قدر هائل من التأثير الجواني فينا، قدر هائل تهز أوتار الروح. ما هو السر في أننا لا نشبع من الجمال؟ اسألوا هذا السؤال. نحن لا نشبع من الجمال، لا نرتوي من الجمال، وعلى فكرة لا نحصل على الرضا التام بالجمال. ما رأيكم؟ من أجل ذلك أنت تقرأ كتابا مثلا علميا مرة أو مرتين أو بضع مرات ثم تمله تماما، لكن تسمع أغنية تحبها مئات المرات في حياتك. أحيانا تنقضي حياتك وأنت تسمعها، كل شهر والثاني تعود تسمعها. صحيح؟ عظماء المطربين والمطربات الناس يسمعونهم باستمرار، وبعد أن يموتوا النغم أيضا يسمع على هذا النحو، على هذا اللوحات الجميلة الفنية تعرض باستمرار لمئات السنين والناس يتملونها. الطبيعة نفسها، حين ترى نفسك في أحضان الطبيعة
منظر طبيعي إلهي جميل تلتقي فيه السماء بالأرض بالنبات بالحيوان أيها الإخوة بالمكونات، مكونة لوحة إلهية جميلة، تشعر أنك تريد أن ترتمي فعلا في أحضان هذا العالم، تريد أن تحتضنه بين يديك، ولكنك أيضا لن تشبع، لن ترتوي، لن تشبع، لن ترتوي. لماذا؟ تريد أن تجوزه، تريد أن تجوزه إلى شيء آخر. على فكرة هذا الإحساس الجمالي أعتقد أزعم أنه هو الذي دعا البشر جميعا وتقريبا في كل اللغات في كل الثقافات إلى أن يبدعوا، جزاك الله خيرا، إلى أن يبدعوا جمال اللغة عبر أساليب المجاز أيها الإخوة. المجاز اللغوي كالمجاز الاستطيقي، كالمجاز الجمالي، أنت تريد أن تجوزه، أن تعبره منه إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو هذا. لماذا حين تسمع بمجاز في شعر أو في تعبير نثري عادي إنشائي أحيانا تدمع، يقشعر بدنك، تشعر بخشوع؟ ليس الموضوع بحد ذاته، لا، الطريقة نفسها، الطريقة نفسها توحي بشيء، توحي بشيء هو الذي جعلك تخضع لهذه المشاعر